شفنا تقرير لتطور الأزمة واحنا معانا على التليفون النائب محمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب وعضو هيئة المكتب. مساء الخير يا سيادة النائب. خير يا استاذ محمود. يا ترى لماذا النهارده تقرر تأجيل اجتماع هيئة المكتب مع النائب زياد العليمي ليوم الأحد؟ هل هو ما كانش عارف الميعاد؟ انا حضرتك امبارح يعني صباح امس سيادتك اتصل بيا النائب زياد العليمي وقال لي انا قريت في بعض الصحف بان هناك تحقيق مع اليوم، وانا مسافر النهارده وعلى يعني على امس وعلى النهارده او الاربع مسافر خارج القاهره. تمام. واتصلت بالامين العام المستشار سامي مهران سيادتك. يعني قلت له هناك الاستاذ زياد العليمي معايا على التليفون الاخر، وهو يعني عايز يتاكد من الخبر المنشور في الجرايد، هل هناك تحقيق على امس الثلاثاء او الاربعاء؟ قال لي حتى الان ما كانش فيه ايه حضرتك، لسه ما تمش ابلاغ الاستاذ زياد العليمي، ولكن امس تم او النهارده صباحا تم ابلاغ الاستاذ زياد العليمي. يعني تم ابلاغه النهارده صباحا عشان يجي النهارده بعد الظهر؟ تمام. وبعدين يا استاذ محمود انا اكدت هذا الكلام للسيد رئيس المجلس والزميل المحترم اشرف ثابت، وطبعا لابد من الاستماع الى دفاع الزميل والى كلام الزميل والى الاتهام الموجه الى الزميل زياد العليمي، مع تأكيد على حاجة يا أستاذ محمود، أن إحنا تقديرنا واحترامنا لجميع أفراد القوات المسلحة بكافة قيادتهم وعلى رأسهم المشير بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. نعم، من الممكن أن نختلف في الجزء الخاص بإدارة شؤون البلاد من الناحية السياسية، لكن في نفس الوقت لابد أن نؤكد على احترامنا لجميع أفراد القوات المسلحة وقيادات القوات المسلحة والدور العظيم للقوات المسلحة بكل قياداتهم تماما، كما نؤكد على احترامنا وإعزازنا وتقديرنا لفضيلة الشيخ محمد حسان. طب استاذ عبد العليم، عايز اسال هيئه المكتب هتعمل ايه؟ يعني هتجتمع مع النائب زياد وهتعمل ايه؟ هنستمع اليه يوم الاحد القادم هل هتواجهوه بالفيديو اللي على اليوتيوب؟ حضرتك لابد مهما كان احنا حضرتك مكتب يعني تحقيق، يعني حضرتك لازم نستمع الى رأي ودفاع ورأي الزميل زياد العليمي، النائب زياد العليمي. اتنين، احنا حضرتك كمؤسسة شرعية ومؤسسة تشريعية ورقابية، حضرتك في تقاليد برلمانية بنحافظ عليها تماما، ولا بد ان نستمع ايضا لرأي الزميل زياد العليمي. طيب يعني يعني الموقف ايه؟ انتوا بعد هيئة المكتب ما هتستمع للنائب زياد العليمي، هل انتوا من سلطاتكم مثلا تحولوه لجنة القيم ولا هتعرضوا على المجلس مرة أخرى؟ لا سيادتك، هو سيتقرر هذا على ضوء ما نستمع من الزميل زياد العليمي. خدت بال حضرتك؟ لأن أولا المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالته إلى المجلس الشعب حضرتك يعني أكد على حاجات معاني كتيرة جدا ومعاني محترمة جدا، فلابد أن هناك يكون احترام ما بين المؤسسات الدولة بعد إذنك. فإحنا إن شاء الله بإذن الله هو يعني بس عايز أعرف التهمة اللي موجهة للنائب زياد إيه؟ يعني أنتوا هتحاسبوه وفقا لأي مادة أو يعني؟ حضرتك انت عندك النهارده في مواد في الاهانه موجوده حضرتك، في اهانه مؤسسات الدوله؟ نعم. ولا اهانه رئيس الجمهوريه؟ ممكن ما هو حضرتك لازم زياد العليمي يتكلم، لازم تستمع اليه الاول علشان يكون قرار المجلس ما هو هيستمع لايه؟ يعني انتوا اكيد قاعدين معاه، اكيد ما هتوجهوا له حاجه. الاتهام الموجه الى الزميل زياد العليمي من انه حضرتك اهان في كلام اتقال في تسجيل، في اي كلام اتقال، بعد اذن حضرتك لازم يوضح وجهة نظره امام هيئة المكتب برئاسة رئيس المجلس والوكيلين. بعد كده من الممكن يكون هناك القرار عقب هذا الاجتماع. ما يمكن يا استاذ محمود، واحنا مش عايزين نستبق الاحداث، ما يمكن يكون هناك مثلا اعتذار. هل انتوا لما اتفقتوا معاه الاعتذار ويعرض هذا الاعتذار على مجلس الشعب او على لجنة القيم عادي؟ وبعدين ما هو انا قبل كده حضرتك اتحولت الى لجنة القيم وانت تعلم ذلك، مش مرة واحدة، مرة ومرات كمان. خدت بال سيادتك؟ دي ما فيهاش مشكلة خالص نهائي، لكن المشكلة وانا مع يعني انا قلت بس انت كنت بتقطع ورق.
نعم، لا ما انت كانتش كنت قطع ورق، بتقطع ده كان ورق. بتقطع بيانات، انت عارف واخد بالك، انت عارف كل حاجه يعني. بس مش عايزين بقى ايه نفتح، علشان مش عايزين ندعي، مش عايز ادعي على نفسي بطولات بعد خلاص الموضوع ده انتهى. لكن انا عايز انا النهارده سيادتك في حاجات معينه، ان احنا لابد ان يكون هناك طبعا. انا حضرتك لو النهارده خطأت في ابسط انسان في مصر بخطأ من حقه انني اعتذر له تماما لاي انسان في مصر. لابد ان، وبعدين انت تشوف في رأي طب انا عايز عام. اسال حضرتك، انتوا اتفضل. كنتوا بالليل اتفقتوا مع النائب زياد العليمي على صيغه اعتذار، وهو قالها تاني يوم، هل هو يعني التزم بنفس الصيغه اللي انتوا عاملينها والمجلس رفضها ولا ما التزمش؟ مم. أستاذ محمود، إن شاء الله أنا أعتقد إن في الأيام القادمة أو خلال قبل الحد أو يعني يوم الحد إن شاء الله هتكون هناك طبعا يعني يعني أنا بعتقد، أنا بقولها لك، وأنا قلت للأستاذ زياد كده، وأنا قلت للأستاذ زياد العليم، قلت له سيبك من العقاب البرلماني، ولكن هناك عقاب الرأي العام. عقاب الرأي العام ده شيء يعني بعد إذن حضرتك من الممكن أن تختلف وتنتقد وكل شيء، خدت بالك. وأنا في كلام زياد العليمي ليا قال إنه لا يقصد الإساءة لا المشير ولا فضيلة الشيخ محمد حسان، ولكن من الممكن أن يكون هناك موقف سياسي في موضوع ثاني. لكن طبعا أنا وأنت والكل، وأعتقد أن الأستاذ زياد العليمي والجميع يرفض تماما توجيه أي إساءة أو إهانة لأي شخصية كانت صغيرا أو كبيرا. طيب خليك معانا يا استاذ محمد، احنا معانا على التليفون الناحيه الثانيه النهارده حزب المصري الديمقراطي اللي بينتمي له النائب زياد العليمي ناشد نواب مجلس الشعب الحرص على حريه الراي التعبير وعدم الاخذ بمنطق تصفيه الحسابات، وناشد النواب سحب موضوع العليمي من هيئه المكتب، واضاف لا ينبغي باي حال من الاحوال ان يستدرج مجلس الشعب الذي جاء عقب الثوره الى التضييق على نوابه وعقبتهم بدلا من مساندتهم والوقوف الى جانبهم. واحنا معانا على التليفون دكتور فريد زهران عضو الهيئه العليا للحزب المصري الديمقراطي. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك، مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. انتوا بتطالبوا هيئه المكتب ان هي تسحب موضوع زياد العليمي، ولا يعني انتوا شايفين الازمه ازاي؟ دكتور فريد واضح انه قطع، هنحاول معاه تاني. استاذ عبد العليم، ايه رايك في طلب الحزب المصري الديمقراطي بسحب موضوع الاستاذ زياد العليمي؟ استاذ محمد عبد العليم. ايوه انا معاك يا استاذ محمود. ايه رايك في البيان اللي مطلعه الحزب المصري الديمقراطي وبيقول للنواب ما تضيقوش على زياد العليمي وما تضيقوش على النواب وتعاقبوهم بدلا من مساندتهم والوقوف ورائهم؟ سيادتك تعلم تماما ان مجلس الشعب حريص على كرامة النواب وكرامة السادة الاعضاء، وطبعا احنا نحترم طبعا الحزب المصري الديمقراطي ونحترمهم جميعا، وفي البيان اللي صادر عنهم له كل الاحترام وكل التقدير. ويعني يعلم الجميع بان هناك بدليل ان احنا حضرتك ما جاش الزميل زياد العليمي النهارده، واحنا اجلنا حضرتك الاجتماع اليوم الاحد القادم للاستماع لرأيه والاستماع الى اقواله في الاتهامات الموجهه. خدت بال سيادتك، واعلم تماما يا استاذ محمود ان المجلس بتشكيله الحالي لن يكون ضد نائب من نواب البرلمان، ولكن في نفس الوقت نحن حريصين، والاستاذ زياد العليمي قبلنا واولنا ومن بيننا حريصين على ان احنا حضرتك الاداء البرلماني والتقاليد البرلمانيه والممارسه البرلمانيه له الحق تماما ان ينتقد وان يدافع. ومن الممكن بقول لك قبل الاجتماع يحصل حاجات، لان الاستاذ زياد العليمي انا اعتقد واثق في اخلاقه تماما، واثق انه يرفض الاهانه لاي انسان. اعتقد انه هو الاعتذار هيرضى. الصريح ينهي الازمه يا استاذ عبد العليم؟ نعم، الاعتذار الصريح ينهي الازمه؟ الاعتذار الصريح طبعا لابد ان يعرض على المجلس، لان القرار اللي طلع يا استاذ محمود هو قرار مجلس الشعب، ليس قرار رئيس المجلس ولا مكتب لكن المجلس. يعني في تقديرك انه ممكن ينهي الازمه؟ انا في تقديري من الممكن ينهي الازمه، واحنا مش عايزين ازمه، لان احنا عندنا هل النائب زياد وانت بتتكلم معاه استجاب لفكره الاعتذار الصريح؟ انا بعتقد ان الاستاذ زياد العليمي يعني حريص على صورته هو اولا امام الراي العام كشاب من شباب الثوره وكنائب محترم تم انتخابه في انتخابات حره،
احنا حريصين كلنا على لم الشمل، واعتقد ان رساله المجلس الاعلى للقوات المسلحه الى البرلمان كانت رساله يعني في منتهى الرقي وفي منتهى التقدير وفي مراعاه للاحترام بين مؤسسات الدوله يا استاذ محمود. ويعني احنا كلنا نتمنى ان الازمه دي تنتهي، وان شاء الله لن يكون هناك ابدا ظلم للاستاذ زياد العليمي ابدا، ولن يكون هناك اي تقصير في حق اي مسؤول في الدوله او اي مواطن في الدوله. نشكرك الاستاذ محمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب. بنتابع معاكم برضو الانتخابات الرئاسيه